يا بابا انا لازمني اجيب حاجات واجيب لي كام فستان وكام دريس وكام شنطة. ماشي يا بابا ولا لا؟ ليه يا حبيبتي؟ وجوزك فين يا بنتي؟ هو انا بعد ما اتجوزت اصرف عليكي برضو؟ ما تطلبي الحاجات دي من جوزك. ايوه يا اختي، ما تطلبي الحاجات دي من جوزك، انت ما وراكيش غير بابا، هاتلي يا بابا وديلي يا بابا. حتى بعد ما اتجوزتي انت هتقعدي تعولين همك ليه؟ اسكتي انت يا حشريه، مالكيش دعوه بالموضوع ده، انا بتكلم انا وبابا. انا طلبت منك انت ولا انت عشان لسه ما اتجوزتيش وانت توامي غيرانه مني؟ ايه ما خليكي زي ما انت كده تفرسي يا مفروسه. سامع يا بابا؟ بتعيرني عشان انا لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا بابا. رد عليها انت بقى يا بابا، انا مش عايزه اغلط فيها. عيب كده يا بنتي يا حبيبتي، مهما كان اختك حبيبتك. هي قصدها يعني انت تقولي لجوزك يعني ما جوزك لازمته ايه متجوزك يعني؟ اما هتطلبي مني وانت متجوزه وغير ما انت متجوزه يا بنتي؟ جوزك كل في ده فين في الموضوع ده؟ ما انت عارف يا بابا جوزي عاطل من الشغل يا بابا، ما بيشتغلش. قاعد ادول اكتر من شهر واحسن يا بابا ما بيشتغلش، مش لاقي شغلانه. كل ما بيروح شغلانه بيعمل فيها مشكله يا بابا. طب والحل ايه يعني يا بنتي؟ اللي انا اصرف عليك انت وجوزك يعني ينفع كده يا بنتي؟ انا راجل كبير في السن يا بنتي وبنزل الشغل بالعافيه، وكفايه كف طلبات اختك دي اللي قاعده معايا. يا حبايبي انتوا الاتنين جبتكم في المكان ده نقعد نتفسح ونشم هشة هوا كده عشان نعرف نتكلم كويس، عشان في البيت حاسس بخنقة كده الواحد متضايق. عشان كده نزلنا في الجنينة نقعد شوية نشم شوية هوا ونعرف نتكلم براحتنا بقى. بص يا حبيبتي، انت لازم تتطلقي منه الاستاذ ده طالما مش قادر يصرف عليك. طب ازاي يعني يا بابا اختي تتطلق منه؟ يعني ما هي اختي حامل مني يا بابا. ايوه يا بابا انا فعلا حامل يا بابا، مش هينفع اتطلق منه. وبعدين ابني لازم يتربى بيني وبين باباه، مش هينفع يا بابا ان انا اتطلق منه. اديني مستحمله يا بابا وصابره لحد ما يلقى شغل. طب هتصبري لحد امتى يا بنتي يا حبيبتي وانت بتقولي انت حامل؟ وافرض ان انت محتاجة فلوس الولادة ومصاريف الولادة كتير يا بنتي، ومحتاجة رعاية ومحتاجة أكل وعيشة تكون كويسة يا بنتي عشان تقدري تربي ابنك كويس. متقولش هم يا بابا، انا هشتغل واعمل جمعيه كده لحد ما اولد، وبعدين نتصرف واعرف اشوف شغلانه كويسه وهو يشتغل وانا اشتغل، ونعرف نربي ابننا كويس ان شاء الله يا بابا. طب يا حبيبتي هتشتغل ازاي وانت حامل كده؟ مفرد دختي واختي وتعبتي. يا حبيبتي عايزه راحه. لا يا اختي مفيش اي مشكله، ان شاء الله مش هتعب يا حبيبتي. اه فعلا يا بنتي، ازاي هتشتغلي وانت بالوضع ده اللي انت حامل؟ والشغل ده هيبقى مجهود كبير عليك يعني في الحمل يا بنتي. لا مش هينفع يا بنتي. انا بعمل لك جمعية يا بنتي وتفرج ان شاء الله، كل حاجة بتيجي برزقها. ربنا يخليك لينا يا بابا، احلى بابا في الدنيا. وبعدين يا بابا ازاي هيتقال اهم حاجه وانا جنبها يعني يا بابا؟ انا هشتغل، انا هنزل اشوف شغلانه كده حلوه كده، وظيفه ولا ايه شغلنا في المستشفى كده لحد ما تشد حيلها وتبقى كويسه، ونقدر نجمع لها فلوس الولاد يا بابا. ما تقوليش هم حاجه يا حبيبتي. ربنا يخليكم ليا، مش عارفه من غيركم كنت اعمل ايه. ربنا يخليك يا احلى بابا في الدنيا واحلى اخت في الدنيا. وبعدين يا بنتي يا عبيطه، ما كناش نقف جنبك في ازمتك، مين هيقف جنبك؟ ايوه فعلا، طول ما باباك عايش على وش الدنيا ما تشيليش هم حاجة يا بنتي حبيبتي.